السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في مطبخ راسيلياكي. أحضر غذائي بنفسي. بما أن الدراسة بدات وأولادنا يحبوا ياكلوا الأكل الخفيف، خيرت لكم المرة هذه فريط أومليت بالبصل والطماطم. تفضلوا معايا تشوفوا الوصفة. البطاطا راني قليتها ونشفتها، والآن راح نوجد الخلطة. عندي 3 بيضات حسب الكمية تاع البطاطا اللي عندك وحسب أفراد العائلة، حبة طماطم مقطعة مكعبات وبصلة مقطعة رقيق، والملح. اذا بدون توابل هنا احسن، كي تحطوا التوابل راح يتبدل الذوق. عندي مقلاة راهي تسخن، نحط لها شويه زيت فقط ونحاول نوزعه على كامل المقلاة. ونحط الان البطاطا اللي وجدتها من قبل، نوزعها مليح هكذا، ونحط البيض بالملعقه بهذه الطريقه حتى انا ندير الجوانب كامل، نعمر المساحه كامل هكذا. الجوانب هذوك نلمهم مليح باه تجيني قيس الصحن. نقلبها الان يعني ما سديش الوقت هذه الكيفيه. زيد نخليها طيب الجهه الاخرى. الان الجهه هذه اللي من تحت لازم نخليها طيب شويه بزاف، والنار تكون قليله باه ما تتحرقش، والبصل يتشوى مليح به بالطماطم. شوفوا كيف يجي هكذا. زينته الان بشويه قطع الجبن شيزي، شويه معدنوس في الوسط. نقطع لكم الان مرصوص صغير تشوفوه عن قرب. اذا هذه الوصفه تجي بنينه وما كاش اللي ما تعجبوش، خصوصا الاطفال. تجي طريه بزاف وبنينه، خصوصا البصل كي يتشوى مع الطماطم. تقدروا تضيفوا المعدنوس ايضا ولا الكزبره. شوفوا عن قرب كيفاه جاي مشوي. نتمنى تنال اعجابكم الوصفه، واكيد راح تعجب ولادكم، وجاهيه طيبه، والى لقاء اخر ان شاء الله.